معاكم ايه اوريكم برضو عشان ايه اوريكم البتاع ده اللي بيطول البتنجان برضو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. بس برضو ما تجيبوهاش صغيره قوي عشان ايه، يا تجيبوها صغيره وتخينه شويه عشان تبقى ايه ما تتكسرش. البق بتاعها بيبقى صغير كده، ممكن البتاعه دي بتخليها تشرخ عشان طازه. يعني تجيبوها واسعه شويه، لما تكون واسعه حبه يعني قصيره وواسعه تبقى حلوه تخينه. هي الكوسه اصلا مش كتير في السوق عشان كده غاليه. يعني انا ما شفتش غير مع حوالي 2 3 كده. انا اختي ما كانتش اول مره في الغلا بتاع الكوسه ده اللي ب 12 جنيه وب 10 جنيه بالعافيه. الكوسه ده كانت كوسه ب 2 جنيه و 3 جنيه. كان زمان بقى. لما بقول لهم كده بيقعدوا يضحكوا عليا يا حبايبي والله. والفاصوليا الخضراء واقعد انسى اقول لهم بكام. واللوبيا الخضراء اللي ما حدش اصلا بيرضى ياكلها. غاليه ب 25 جنيه وب 20 جنيه. عشان كده بقول لكم تجيبوها واسعه. حبايبي يا رب تكونوا بخير. وحشني والله من الفيديو اللي فات، بس قبل اي حاجه حبايبي صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. وتوحشوني والله، وحشني خالص والله. النهارده حبايبي زي ما انتم شايفين كده حبايبي، ما كنتش هصور الفيديو وضربت في مخي كده قلت ايه والله انا ايه مصوراه. عملت شويه يعني عملت اللي حبه الفلفل دول اهو، ما كنتش هصور كم كوسايه دول، وقلت والله انا مصوراهم معاكم يا حبايبي اهو يا حبايبي. نعمله مع بعض اهو. اكمل معاكم تصوير اهو. اور بصوا البتاعه دي حلوه، دي حلوه للكوسه يا حبايبي اهي. تجيبوا كوسه صغيره الحلوه اللي زي دي كده تكون بتلمع وحلوه كده تجيبوها. والفلفل طبعا ما تجيبوش الفلفل الكبير اللي كده ده التقيل، لا تجيبوا البلدي ده كده اهو. والبتنجان برضو حلوه اهو، اللي تلاقوها كبيره تقسموها نصين اهو يا حبايبي. تكون بتاع العنقود بتاعها اخضر وبتلمع وحلوه كده. وهي هقوروا معاكم حبايب قلب اهو مع بعضينا اهو، نقوروا مع بعض اهو. وتدخلوا بناتكم يا حبايب المطبخ، تخلوهم يعملوا، ما تقولوش صغير وانا مش صغير، ولا تقولوا بنات في مدارس ومش مدارس. كله لازم يا حبايبي في الاخر هي هتبقى ايه، هتبقى ست. لازم برضو ايه عشان ما يقولوش ايه ده اهاليها ما علموهاش، ده امها ما ورتهاش، ده خايبه، ولا تكون تقعد تقع في بيت عيله مع سلايفها ولا ده ولا ده يقعدوا يتغمزوا عليها ويتلمزوا عليها. لا، تعلموا اولادكم من وهي صغيره، الواحده من وهي صغيره كده تتعلم انه هي لسه ما دخلتش المدرسه. انا بنتي صغيره لسه في الحضانه والله العظيم بتعمل معايا كل حاجه، بس هي ما شاء الله عليها اللي بس يشوفها بيحسبها في سنه اولى ولا ثانيه ابتدائي، بتعمل كل حاجه بحشاحشه بحوشه. عايزه تغسل مواعين وعايزه تعمل ده وده وتكنس والله بنتكل عليها بتعمل برضه. يعني تدخلوا ايه ولادكم. انا ليه قريبتي يعني واحده قريبتنا في الصعيد جواني في سوهاج يعني امها ما علمتهاش حاجه، يعني حياتهم يعلموا اولادهم الصغيرين دي عشان ليه ما تعلم اولادنا برضو، تخلي اولادكم كده ايه تعلموهم برضو تدخلوهم المطبخ. يعني مش عشان في المدارس ما تعلموهمش، لا تعلموهم برضو وتوروهم حبايبي. اهي بصوا يا حبايبي امسكوها كده بشويش، بس لازم ايه بقى بشويش كده بالراحه يا حبايبي. الكوسه اهي زي ما انتم شايفين كده، قوروها بالراحه كده بشويش اهي حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده بالراحه تروحي ساحبينها كده مطلعينها اهي وتطلع. ده بقى اللي هنحطه من تحت، عشان كده انا حاطه طبقين، طبق للحته اللي من فوق دي والبذر بتاع والبتنجان، ودي كده وحديها بس. ما ايه ما تخلوا الحته اللي من تحت دي تخينه برده، ما تخلوهاش يعني ايه رقيقه. او الكوسه طبعا ايه ما بتتعملش جامد، تعملوها حاجه بسيطه كده من هنا كده بالراحه. لو لقيتوها يعني تخينه تعملوها حاجه بسيطه بشويش حبايبي. زي ما انتم شايفين كده قوروها بشويش الكوسه اهي حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده اهي. وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي، مطرح ما يسري يمري على قلوبكم اهي. الكوسه الصغيره دي بتبقى حلوه ومسكره وجميله يا حبايبي زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. تروحوا سايحبينها مطلعين دي كده. ده بقى اللي هنحطه من تحت يا حبايبي عشان ده مش كرنب يعني اهو. ما تقورهاش جامد، ما تخلوش الجوز ده يخرمها من تحت بشويش. ولو لقيتوها تخينه شويه سنه صغننه بس هي كوسه بس كده سنه صغننه اهي زي ما انتم شايفين يا حبايبي حبايبي.
زي ما بقول لكم كده يا حبايبي، تعلموا اولادكم وهم صغيرين، البنات كده تعلموهم، والصبيان برضو تتعلم برضو عشان لما ايه مثلا يكبروا يعتمدوا على نفسهم، يعني مثلا يخش الجيش، يشتغل في بلد يعني في غربه، يبقى برضو عارف يتعلم الغسيل، ويتعلم برضو ان هو ايه يعني يساعده معاكم، يبقى الواحد ايه عارف، مش يبقى مش عارف حاجه. انا بناتي والله العظيم يعني وحديهم كده يتعلموا جدعين، يعني حتى طيور بيربوها، احنا مش فلاحين ولا حاجه ولا قاعدين في ارياف، يعني انا من اسماعيليه بس متجوزه في المنيا، بس انا كنت بربي ولينا برضو بيربوا كانوا بناتي برضو طلعوا بيربوا. بنتي كانت موظفه في الري، وكانت وهي جايه الاقيها شاريه لي فراخ، بسم الله ما شاء الله. والله مره كانت جايبه لي تقول لي هي وزه الفراخ كده، يعني بتلاقي حاجه، يعني كانت مصاحبه واحده بياعه، اما كانت تلاقي واحده عربويه يعني بياعه بتبيع فراخ حلوه، تروح ابص الاقيها جايه داخله بالفراخ وجايه بيهم. ام معاذ بنتي الاقيها جايبه لي الفراخ وجايه، يعني بنربي، هم بيربوا. كانت تطلع هي على السطح وتعمل برضه، كانت يعني غاويه، لكن التاني لا مش غاويين، دي اللي غاويه، اللي كبيره يعني كبيره محمد لا مش غاويه، اللي هي عندها قناه محمد المصريه، دي مش غاويه تربيه برضه، موظفه دي في الراي، دي مش غاويه، هي معاش الا محمد يعني حلو ما شاء الله، عنده 18 سنه ولا 19 سنه، يعني معهاش ما خلفتش الا هو، بس دي ما بتحبش يعني مش غاويه، مش غاويه زي ام معاذ، يعني تعلم بنتها طالعه زيها، يعني مريم دي مريم ما شاء الله حلوه كده، كل يشوفها الله اكبر ما شاء الله عليها، بيحسبوها في سنه ثانيه ابتدائي اولى ابتدائي، حلوه طالعه طويله وحلوه كده ما شاء الله عليها، بتحشر نفسها ومحطه مناخيرها في كل حاجه، لازم يعمل معاك يا تيتا، تعمل معاك في اي حاجه الاقيها تعمل وتكنس وتعمل، يعني طالعه زي امها، يعني بتحب جدعه، يعني تحب تعمل يعني الحاجه. ومحمد برضو من وهي صغيره وبقى تنظيف وغسيل، كانت كده يعني صغيره كده، كانت تملى لي البلكونات ما شاء الله، والله العظيم بلكونتين كنت اطلع انا اروح عند قرايبي واجي الاقيها غسله وماليه البلكونات، يعني ايه تنظف وتعمل، لكن في حكايه التربيه دي يعني مش قوي، لكن الثانيه دي ليه دلوقتي بتربي؟ بس دلوقتي بتربي، الاول ما كانتش، دلوقتي لا بتربي، يعني في بيتنا دلوقتي بتربي، ولكن الثانيه مش فاضيه بقى، الله يكون في عونها، دي ممرضه ومعاها معاها ولدين وبنت، بتروح الشغل طبعا، مش دي يعني بتيجي تطبخ وتعمل، وبعدين يعني وحديها، يعني دي اتجوزت في بلد انا في اسماعيليه، يعني تعتبر في غربه، دي لا ما بتربيش حاجه، ممكن يعني يجيبوا هي وحماتها تربي كده، لكن لا هي مش بتربي، يعني يجيبها بس بتروح السوق برضه، دي بقى اللهم صل على النبي الله اكبر عليها، شاطره بقى دي بقى، تعمل جمعيات وجدعه، ممكن تشتري حاجات تتاجر فيها لو عايزه تجيب، يعني ساعات مره جابت ملايات وحاجات تبيع، شاطره وجدعه، شاطره في كل حاجه، هم شاطرين، يعني لازم ايه تعلموا اولادكم كده وتخلوهم ناصحين وشاطرين ويتعلموا، تعلموهم كل حاجه عشان ما يطلعوش ايه خايبين، وربنا يديكم الصحه والعافيه يا رب، ويبارك فيكم يا رب كده، و ما تحبوش لحد يعني ربنا، ولا احنا ولا انتوا يا رب، ويخليهم لكم ويديكم الصحه والعافيه، وتفرحوا بيهم وتتهنوا بيهم يا رب ولا. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، انا عايزه اعمل معاكم ايه، اوريكم برضه عشان ايه، اوريكم البتاع ده اللي بيطول البتنجان برضه، زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بس برضه ما تجيبوهاش صغيره قوي، عشان ايه، يا تجيبوها صغيره وتخينه شويه عشان تبقى ايه ما تتكسرش، يعني البق بتاعها بيبقى صغير كده، ممكن البتاعه دي بتخليها تشرخ عشان طازه، يعني تبقى واسعه شويه، لما تكون واسعه حبه يعني قصيره وواسعه تبقى حلوه تخينه. هي الكوسه اصلا مش كتير في السوق، عشان كده غاليه، يعني انا ما شفتش غير مع حوالي 2 3 كده. انا اختي ما كانتش اول مره في الغلا بتاع الكوسه ده اللي ب 12 جنيه وب 10 جنيه بالعافيه، الكوسه ده كانت كوسه ب 2 جنيه و3 جنيه،
كان زمان بقى لما دلوقتي. بقول له كده بيقعدوا يضحكوا عليا يا حبايبي والله. والفاصوليا الخضراء واقعد انسى اقول لهم بكام. واللوبيا الخضراء اللي ما حدش اصلا بيرضى ياكلها. غاليه ب 25 جنيه وب 20 جنيه. عشان كده بقول لكم تجيبوها واسعه. يا حبايبي هنعمل مع بعض البتنجان بقى اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين. دي كبيره هنقسمها نصين بس هنقطع برضو ايه حته من دي كده بس اوعوا ايه عشان لحسن تتخرب. هنعمل دي نمسكها كده ونقطعها نصين كده. بسم الله الرحمن الرحيم.